بأننا فرحنا حققنا كل شيء، وعشان كده كنت سأعيد قبل أن يتحدث السيد الرئيس، ما الذي وصل إليك وجعلك بأنه الآن نحتفل لقد حققنا ما نريده ثم غير الوضع؟ ما الذي وصل إليك؟ هل أنه فوض صلاحياته أم أن اللغة التي استخدمها في الخطاب؟ هو المشكلة الخطاب ده اليوم ده كله أخطاء. اولا لو احنا بنتكلم بشكل يعني عشان نتكلم في سياق الخطاب، اولا كان المفروض ما يحصلش كل التخرصات الفتره الطويله دي. هل دي مقصوده ولا لا؟ انا ما اعرفش. لكن لا يعني عشان بس ايضا الناس يعرفوا وائل عاوز ايه على الاقل كشخص. لغه الخطاب طبعا ان الجيش ما جاش بعد. كان بيان الجيش بيان الجيش لو كان جه بعد خطاب الرئيس كان هيدينا الضمان على طول، مش العكس. الناس اول ما اتقال الخبر كلنا فرحنا قوي 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 وخلاص الحمد لله. ايه الخبر اللي جالكم؟ ايه هو؟ تنحي رئيس. مش تفويض. لا ما كانش في تفويض. يعني انت لما ساعدت انت قول لي، انت كنت فاكرها تنحي ولا لا تفويض؟ انا مش مهم، انا لا انت مهم. قول لي انت راجل اعلامي بتفهم، قول لي انت سمعتها ايه؟ لا ده اوباما طلع بيحتفل. اوباما بتاع امريكا طلع بيحتفل. اصل جانا احساس وكانه لانه امس كان يفترض ايضا انك تكون معنا في هذه الحلقه، ومصطفى قال لنا الان في شيء مهم اللي قد استدعينا او ذاهبين مكان، فانا تصورت انه ابلغوك بموضوع التفويض وانك سعيد لهذا، لكن اذا انت انطباعك عنه حصلت عليه مثلنا. يعني التفويض شيء جيد وخطوه رائعه، بس هي مشكله في الناس مش زي ما بقول لك في حاله انعدام ثقه، ما هو على فكره التفويض ده ممكن يتم التراجع عنه يعني بشكل عملي. لكن انا شخصيا كوائل انا مصدق انه اللي هم فيه دلوقتي هم بيعملوا اللي مؤمنين بيه، ومش مصدق ان في خطوه في معركه، انه في خطه قذره بيتم تجهيزها. انا مش مصدق ده، ولكن في ظل عدم وائل في الاخر ما بيمثلش الا رايه. الشارع مش مصدق، وانا لا الوم الشارع له كل الحق في عدم التصديق. الشارع له كل الحق في والمشكله دلوقتي، وده اللي انا بقوله للاخوه في سده الحكم، يا اخوانا كل ساعة بتعدي حضرتك لو كنت عملت بيان 28 يوم 25 ما كانش حصل اللي حصل. حضرتك لو عملت البيان بتاع امبارح كنت حضرتك عملته يوم 28 ما كانش حصل اللي حصل. كفاية بقى، أنا عارف عقلياتكم في عندكم ناس عندها عقليات متحجرة من العصر الحجري. كفاية بقى، اسمعوا لنا شوية، اتحركوا بسرعة. لو أنت عايز تنقذ بلدك ما تبعتش تهدد إن الشباب هيدمر البلد. حضرتك وأنت قاعد على هذا الكرسي لازق فيه، انت اللي بتدمر البلد. طيب. ما تقعدش تتكلم على الناس دي ناس غلابه، الناس دي بتبكي، كلنا قاعدين بنبكي، مش بنبكي ضعف. اقسم بالله العظيم الدمعه اللي بتطلع من عيني دي ما هي ضعف، دي دمعه حب، دي دمعه عامله زي الرصاصه اللي ممكن عمر سليمان يضربها في صدري دلوقتي. سؤالي الاخير ومهم ايضا عشان الوقت، وهسال ايضا مصطفى نفس السؤال. الان خلي مصطفى هو يجاوب، انا طيب. كلمت كتير. ان لم يتحقق هذا، ما هو السيناريو؟ لأن البعض يقول سيتحركون. هل ستقولون سنبقى في ميدان التحرير ولن نتحرك، أم هناك حديث عن قصر القبة، قصر الرئاسة، مبنى الإذاعة والتلفزيون؟ إن لم يتحقق هذا، يعني احنا استاذ حافظ بنتحرك حسب الحدث، فلكل مقام مقال. الجيش ابدى خطاب حسن نوايا بهذا الضمان، احنا تعاملنا معاه بايجابيه وقلنا البيان دوت، وهننتظر يعني تفاعل الاحداث. لكن محدش يقدر يقول للناس امشوا من الشارع او ارجعوا بيوتكم، ده حق مكفول للناس. وطالما الناس لسه مش مقتنعه ان هناك ضمانات كافيه، فمن حقها ان تعبر عن يعني رغبتها. والكلمه الاخيره ايضا من وائل. مش احنا اللي بنحرك الشارع. اوعى تفتكر ان وائل غنيم دلوقتي لو قال اطلعوا القصر القاسي الناس هتطلع، ولو قال ما تطلعوش الناس مش هتطلع. لا انا بسالك انت كوائل، هل ستبقى معهم في ميدان التحرير ام ستتحرك معهم يوم الجمعه او السبت او الاحد الى مكان اخر؟ انا دلوقتي ما عنديش راي. انا دلوقتي احنا بنشوف ايه اللي بيحصل. انا اللي عايز اقوله زي وقلته تاني، ارجوكم يا من في الحكم، ارجوكم كفايه الخطوات المتباطئه. بطلوا تدرسوا الاحداث، والنبي بطلوا تدرسوا الاحداث وتعملوا فيها ان انتم بتفهموا. الموضوع خرج من ايدينا كلنا. انتم امام جيل انتم لا تفهموا كيف يتحدث، انتم امام جيل لا تؤمنوا انه مستعد ان يموت رغم كل ما لديه ان يخسره. ارجوكم اتحركوا بقى وخدوا المواقف اللي تثبت ان انتم سلمتوا. الشعب دلوقتي الموضوع بقى عامل زي ماتش الاهلي والزمالك اللي هو نهائي الكاس، ما فيهوش تعادل، والشعب دلوقتي عمال يعند. وحضرتك لما بتعند ضد الشعب يبقى انت مسؤول عن المجازر التي ستحدث، انت مسؤول عن المجازر التي ستحدث. كل مصر بيموت، سواء كان ضابط، سواء كان عسكري، سواء كان مواطن. والله العظيم قلبي بيتقطع عليه، والله العظيم انا قاعد عمال اعمل حمله دلوقتي، عايزين نجمع مبلغ ضخم من المال عشان نشوف الناس المصابه
الصحابه ونشوف الناس الشهداء. الدماء دي ليست دماء رخيصه. اللي قاعد في الحكم فوق ده، اللي قاعد في الحكم فوق ده لازم دلوقتي بقى يفهم الموضوع مش كرامته الشخصيه، الموضوع مش كرامته، مش كرامه، الموضوع لن يتحول الى كرامات. لقد حطيتوا كراماتنا تحت جزمكم، تحت جزمكم لمده 30 سنه. آن الاوان ان تدفعوا الثمن، فادفعوه ارجوكم وخلصونا وريحونا. وتاني ااكد عليها، انا عايز اموت والراجل ده عايز يموت. لو انتوا عايزين تموتوا اشتغلوا معانا. شكرا. وائل غنيم، لحظة واحدة هنقفل البرنامج ممكن؟ وائل غنيم، مصطفى النجار، شكرا جزيلا لكم. استوديو القاهرة وعودة في غدا إن شاء الله، مع تحيات فريق البرنامج وتحياتي حافظ الميراث.